السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. شايفين الحلويات دي؟ تعالى نعملها بطريقه سهله وبسيطه وما فيش فيها اي حاجه خالص. هنا جبت كوبايه زبادي، علبه زبادي يعني. هحط عليها توم باودر وبصل باودر، تمام. واحط بقى حبه بهارات، عندي هنا كمون وكركم. وانا بحب الكركم يا جماعه في الاكل كله، يعني انا بحترم الكركم قوي، يعني بحب ادخله في كل حاجه لان هو بجد فعلا مفيد يعني. المهم، حطيت فلفل اسمر وبابريكا وحبة شطة. تمام. وهبتدي بقى ان انا اقلبهم كويس. هنا كنت بحط الملح بتاعي، وهحط ليمون وهحط خل، وهقلب كل ده بقى كويس قوي. دي بقى معلقة سكر يعني عشان تعزز الطعم برضو. معلقة السكر دي بتنقل الطعم لحتة تانية يعني. المهم بقى احط واحدة مرقة دجاج كده، وحبة زيت، وهقلب بقى ده كله كويس قوي كده، تمام. لحد ما كل المكونات تندمج مع بعضيها زي ما انتوا شايفين كده. هنا كنت بحط الليمون. عصري ليمون على قد ما تقدري يعني، زي ما انت عايزه. هو الليمون بيخلي طعم اي حاجه حلوه يعني. المهم، هنا كان عندي كيس كاتشب حطيته برضو، مش هيخسر. المهم قلبت ده كله كويس قوي كده. وعندي بقى فراخ بانيه، هبتدي ان انا انزل بيها في التتبيله اللي انا عملتها دي كده. المهم انا عايزه كل الفراخ تشرب من التتبيله يعني، تندمج قوي كده مع التتبيله، وفاهمين انتوا يعني. المهم بقى هبتدي ان انا اعمل الفراخ بالمنظر ده كده. بجد الصينيه ديت بتبقى تحفه 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 وخفيفه قوي 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 قوي. هنا كنت عملت الفراخ كلها، هسيبها بقى في التلاجة لمده ساعه او ساعتين زي ما انت عايزه. ممكن تتبليها من بالليل بتبقى احلى كمان. المهم انا هنا بقى كنت مستعجله عليها فسبتها ساعه بس يعني. المهم بقى جبت بصل وفلفل، نزلت بالبصل بتاعي الاول كده وحطيت عليه ملح وفلفل، وهبتدي ان انا ادعك فيه كده، افركه جامد قوي لحد ما اشم ريحه البصل تطلع. هنزل بقى ايه باقي نزلت بفلفل والبطاطس، هنزل بيهم كده زي ما انتم شايفين، وادعكهم بقى ايه مع البصل كويس قوي. طبعا انا مش هكتر بهارات لان هي الفراخ هتبقى متبله اصلا، فكده كده التتبيله هتنزل على البطاطس، فانا مش هكتر بقى بهارات، فاهمين؟ هبتدي بقى ان انا ارص الفراخ بتاعتي كده فوق البطاطس زي ما انتم شايفين اهي. مفيش فيها اي حاجه صعبه، طريقه سهله قوي، وكمان هتاخدي طعم واو يعني. بصوا، حاجه جميله قوي، من اخف صواني البطاطس اللي انا بحبها. الفراخ بيبقى طعمها جميل قوي، والبطاطس بتبقى شاربه من الصوص، والفراخ بيبقى طعمها لذيذ. جربوها بجد مش هتندموا يعني. المهم هنا حطيت الطماطم بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، وهديها غلوه على النار، وبعدين هدخلها يعني مجرد ما تبتدي تشرب ميتها هقوم مدخلها الفرن. هنا بقى بعد ما طلعت شايفين حلاوتها يعني. بصوا، حاجه لذيذه. عملت جنبها رز ابيض وبألف هنا يعني. لو وصلتوا لهنا ما تنسوش تعملوا لي لايك وكومنت واشتراك لقناه المطبخ نولي عشان يوصل لكم كل جديد. شايفين البطاطس عامله ازاي يعني؟ مستويه ومهريه مش مستويه. والفراخ بصوا يعني مفيش حاجه بصوا ألذ من كده. متنسوش تعملوا لي لايك. سلام.